السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض صينية السردين، زي ما احنا شايفين كده، بطريقة حلوة جدا وتديكي نتيجة وطعم حلو قوي بجد، كأنك بتاكلي جمبري. يلا بينا نشوف. معايا كده كمية ده 2 كيلو من السردين البلدي طازة، لسه جايباه كده الصبح طازة وزي الفل. زي ما احنا شايفين السمكة بتلمع وماسكة نفسها. هنضفها بقى كده، شايفين قشرتها بسيطة جدا، ممكن حتى تطلعيها بايدك زي ما احنا شايفين. هفتح بطنها وننضفها ونشوفها مع بعض كده. خلاص انا نضفت السمك معايا كله، السردين كل الكميه اللي معايا، وفتحت بطنها كده. السمكه بجد حلوه جدا ومتماسكه معايا ونضفتها حلوه قوي من اي زفاره. يعني اغسلها بقى كويس جدا طبعا. لقيت بقى في السمك معايا وانا بنضفه، لقيت معايا الجمبريه الكبيره دي، طبعا سمك السردين ده من المالح. ولقيت معايا السمكيه اللذيذه برضو دي، فتحتها كده ونضفتها وبس بساريه بقى من اللي هي الصغيره. والسمكه دي غريبه جدا برضو، مش عارفه تبقى ايه كده. والسمك صغير نفس فصيله السمكه الكبيره دي كده. وشويه بقى كده من الجمبري الصغير برضو سبتهم كده على جنب. ويلا بينا نغسل بقى السردين بتاعنا. غسلت السردين بتاعنا كويس جدا، وكمان حطيته بقى في ميه، وهعمل عليه ليمونه كبيره كده حلوه، وهحط عليه ملح. طبعا السمك ما بحطش عليه خل طبعا علشان ما يتهريش معايا ولحمه يبقى معايا طري. انا عايزه السمكيه معايا سليمه كده، سليمه وكده، وتكون لحمتها ناشفه معايا وحلوه. احط بقى شويه من الملح واسيبه كمان يجي كده ربع ساعه في المحلول اللي انا عملته ده كده. والسمك برضو ما بيتنقعش كتير في المية طبعا علشان لحمه ما يتهريش معاكي. هسيبه بقى كده ربع ساعة، وهرجع اغسله كويس جدا واشطفه طبعا واحطه في مصفى يتصفى، وهنشوف كده. خلاص غسلت السمك كله اللي معايا وسبته في مصفى زي ما قلتلك. جبت بقى معايا توم ومعايا فلفل اخضر، معايا ملح وكمون، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا بهارات سمك تمام، ودقتهم كده حلو جدا. وبعد كده هنزل بقى على السمك بتاعي كله كده بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هتبله كله ببعضه كده زي ما احنا هنشوف. هقلب بقى كده التتبيله بتاعت السمك دي كده، وهسيبه بقى في التتبيله يتبل طبعا. حتى لو انت هتعمليه صينيه، بحب ان انا اتبل السمك معايا ويبقى السمك معايا حلو جدا زي ما احنا شايفين كده اهو. هسيبه بقى ونشوف هنعمل مع بعض ايه. كده خلاص بقى سيبه، وهبدأ اجيب بقى الصينية اللي انت هتعملي فيها طبعا. هنبدأ نرص فيها السردين بتاعنا واحدة جنب واحدة كده. شايفين ما شاء الله حجمه حلو قوي، وكمان التماسك بتاعه حلو جدا. هرصها واحدة جنب واحدة، مش هحط على بعضه طبعا علشان انا عايزة الصينية تكون حلوة كده وشكلها حلو، وتبقى السمكية معايا ناشفة، ما تبقاش طرية كده وانتي بتجيبيها تاكليها تلاقيها مكسرة معاكي. فهنرصه كده زي ما احنا شايفين واحدة جنب واحدة. هتديني طعم حلو وهتبقى متماسكة معايا وهتدي شكل حلو جدا للصينية بتاعتك. تمام. لو انت متابعاني بقى متنسيش تحطي اللايك للفيديو. ولو اول مره تشوفوا القناه متنسيش تعملي جوله كده في القناه، ان شاء الله فيها حاجات كتير هتعجبك وتستفادي منها. متنسيش تعملي سبسكرايب للقناه بتاعتنا، وما تنسيش تحطي اللايك النهارده للفيديو. شايفين شكلها حلو جدا جدا، بجد كان طعمه تحفه. وانا حطاه كده في الفرن وفي البوتاجاز، تقولي ريحه جمبري في قلب البيت. بجد طعمه حلو قوي. السردين كمان من الحاجات المفيدة واللي فيها فسفور جامد، حلو جدا للعظام، بجد جميل جدا ما شاء الله. هاتي منه على طول لو موجود في السوق، وعيني في التلاجة كده بيبقى حلو قوي. كده خلاص اهو رصيت الصينية بالكمية اللي خدتها، وما كترتش عليها زي ما قلتلك. هبدأ بقى ان انا ارص كده بقى عليها. معايا خضار مقطعاه كده شرايح زي ما احنا شايفين. معايا طماطم ومعايا فلفل حامي ومعايا بصل ومعايا شرايح ليمون. الفلفل طبعا حسب ما انت تحبي، حامي تمام، مش عايزة تحطي حامي خلاص حطي فلفل رومي عادي. برص كده في الاول شرايح البصل زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. طبعا بفكك كده البصل من بعضه وبحط كده الشرايح بتاعته. البصل بيبقى طعمه حلو قوي مع الصينيه دي، بتبقى طعمها جميل جدا. وبعد كده هنرص بقى الخضار، بقيه الخضار اللي موجود معانا. شايفين
المهم يخلي اهم حاجة شكل الاكل يكون كويس جدا، علشان اللي ياكل يبقى شايف، يعني بيقولك العين بتاكل قبل الفم. تمام. فنبقى الحاجة بتاعتنا كده منظمة وشكلها حلو جدا، علشان اللي بياكل يتبسط من الاكل هو بياكل. طبعا ملناش بركة الا هما. بدأت اجيب بقى شرايح الطماطم وبقيت ارصها كده برضو بشكل حلو كده ومنظم. طبعا الخضار ده كله بيتاكل، ما بترميش منه حاجة، طعمه حلو جدا، وكمان لما بتشوي في الفرن مع السردين بيبقى طعمه جميل جدا. احط بقى شرايح الليمون كده اللذيذة. طبعا انا ما عصرتش عليها ليمون، لان انا عصرة ليمون في التتبيلة على السمك. نسيت اقولك ان انا عصرت على السمك كده في التتبيلة كده ليمون برضو. فما عصرتش لان متبل طبعا، وفيه توم، ما حطيتش عليه توم، فيه توم وفيه كل حاجة. هجيب بقى بس كده على صينية السردين بتاعي كده قبل ما تدخل الفرن او على البوتاجاز، احط عليها رشة كده من الزيت زي ما احنا شايفين كده، معلقة زيت كده حلوة كده، طبعا علشان تخلي السردين معاكي بيلمع وحلو. وهنحط كمان عليها ذرة كده من الملح وذرة من الكمون، طبعا علشان الخضار اللي احنا حطيناه دوت يكون مطعم معاكي، ما يبقاش طعمه معاكي مش ظريف كده. زي ما احنا شايفين رشة بسيطة جدا من الملح ورشة بسيطة برضو من الكمون. وبعد كده بقى هناخد الصينية الحلوة الجميلة دي على البوتاجاز وهنحطها على البوتاجاز كده. خلاص حطيت الكمون بقى، وكده الصينية بتاعتي بقت جاهزة وتمام، وشكلها حلو قوي قوي بجد. يلا بينا نحطها على البوتاجاز ونشوفها هنكمل سواها ازاي. حطيتها كده خلاص، رفعتها على النار، هغطيها بقى دقيقتين اتنين بس مش اكتر من كده وهنشوف. طبعا حطيت الجمبريايه الحلوه اللي كانت معايا اللي وريتها لكم في اول الفيديو في نص الصينيه كده، ادت شكل حلو للصينيه كده. خلاص بقى هقفل على الصينيه بتاعتي، وبقول لك حطي اللايك للفيديو. الصينيه كده تمام. خلاص ادخلها الفرن، ودخلتها الفرن وطلعت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تحفة جدا جدا. وكمان الجمبري معايا مشوي وزي الفل، وريحتها بجد كانت جنان. يا رب تعجبك الطريقة بتاعتي، بس سهلة وبسيطة جدا، مفيش فيها اي تعقيدات. شايفين السمكة معايا ناشفة ومتماسكة حلوة جدا جدا. يا رب تكونوا استفدت النهارده من الفيديو. لو اول مره تشوف القناه مش تعمل القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.